بص كويس، التورتة الجميلة دي متقسومة نصين بالظبط. طلع إن العريس عفريت نص جسمه بس، وحتى القبعة بتغطي نص راسه. إيه الحكاية دي؟ في الريف الناس الكبيرة شغالة في الغيطان، واحدة جابت لزوجها مية، وفلاح عجوز كان بيودي الغنم للنهر، وفي القصر نافورة كبيرة بتطلع مية خضرة صافية. الأميرة بتسقي الورد، والملك كان بيستعد ياخد حمام. فجأة تنين أخضر طاير ظهر وقفل محبس المية وخد المقبض معاه. المية قطعت عن الكل. الملك أمر الجنود يجيبوه، لكن في الآخر اضطر يبدل كنوز بالمقبض. التنين رفض وطلب الأميرة، فخدها ومشي، والملك كمل حمامه وهو زعلان. الملك أعلن اللي يرجع الأميرة يتجوزها، لكن أول ما الناس شافوا صورة التنين هربوا. فجأة ظهر راجل قوي شبه رامبو وبدأ رحلته. عدى صعوبات كتير لحد ما وصل لمكان التنين. هناك الأميرة كانت بتحضر له أكل، وهو بيخلصه بسرعة ويمشي، وهي تعيط طول اليوم. رامبو وصل والأميرة فرحت بيه، أكل ونام من التعب. لما التنين رجع وشافه حصلت مواجهة سريعة، وفي الآخر التنين اختفى. رامبو وقع من الإرهاق ونام تاني. بالليل ظهر العفريت نص الجسم، شكله غريب، خد السيف، وفجأة رامبو اختفى. العفريت خد الأميرة للقصر يطالب بالجايزة. الملك وافق رغم خوفه. بعد شوية رامبو رجع تاني بشكل مفاجئ، وبدأ طريقه للقصر. في الطريق حمامة سحرية قالت له سر قوة العفريت. أرنب في كهف جواه تفاحة ذهبية، وجواها سر صغير لازم يتخلص منه. ودته مزمار يساعده. بعد تعب كبير وصل للكهف وخد التفاحة. في نفس الوقت العفريت كان بيستعد للفرح. رامبو وصل في اللحظة الأخيرة، حصل ارتباك والتفاحة طارت في الهواء، والأميرة مسكتها ورمتها على الأرض وخلصت من السر. في اللحظة دي العفريت اختفى، والنور ملأ المكان، وفي النهاية كل حاجة هديت، والأميرة ورامبو بقوا سوا